لو قلت لك ان اغلب انواع الدايت المشهوره غلط هتصدقني؟ ناس تقول لك ان الكيتو هو الحل السحري، وناس تانية بتقول ان الصيام المتقطع هو سر الجسم المثالي، وناس تالتة بتقول ان النظام النباتي هو الطريق للصحة المطلقة. بس يا ترى مين فيهم الصح ومين فيهم اكبر فخ ممكن تقع فيه؟ تعالوا نفهم كل ده مع بعض ونشوف الحقيقة بدون مبالغات، ونشوف الاخطاء اللي بتحصل لما الناس بتطبق الانظمة دي، وفي الاخر هقول لك ازاي تختار النظام الانسب لجسمك واسلوب حياتك. اول نظام هو الكيتو دايت او الكيتوجينيك دايت. ده نوع دايت تم تطويره سنة 1920 وكان مخصص لعلاج الصرع، وخلال فترة استخدامها على المرضى لاحظوا ان المرضى بيخسروا وزنهم، ومن بعدها الناس اعتمدوه لإنقاص الوزن لحد دلوقتي. والنظام ده بيعتمد على تقليل النشويات وزيادة الدهون وكمية معتدلة من البروتين عشان الجسم بعدها يدخل في حالة اسمها الكيتوزيس. ومميزات النظام ده انه بيخلي فقدان الوزن سريع في البداية، وممكن يحسن من مقاومة الانسولين، وكمان بيعالج الصرع. اما بالنسبة لعيوبه فهو انه صعب تستمر عليه لفترة طويلة، وممكن يعمل نقص في بعض الفيتامينات والمعادن، وممكن يسبب ارهاق او تعب او امساك. وفي غلطه ناس كتير بتقع فيها، وهي انهم ياكلوا اي دهون وخلاص زي المقليات والدهون المشبعه، وده بيأذي القلب والاوعيه الدمويه بدل ما يفيد الجسم. وتقسيم المغذيات في النظام ده على مدار اليوم بيكون 5% نشويات من الخضار والفاكهه، و20% من البروتين، و70% دهون. تاني نظام هو الصيام المتقطع او الانترميتنت فاستنج. بيعتمد على فكره انك تحدد ساعات الاكل وساعات الصيام، وليه انواع كتير جدا. انا هقول اشهر 3 انواع. اول نوع هو صيام 36 ساعه وفطار 12 ساعه. النوع الثاني هو فطار 5 ايام وصيام يومين، هتاخد في كل يوم من اليومين 500 سعره حراريه. ثالث نوع هو الاشهر وهو صيام 16 ساعه وفطار 8 ساعات اللي هو صيام رمضان. ومميزات الصيام المتقطع ان هو بيساعد على تنظيم السكر في الدم، وبيخلي الناس تاكل اقل من غير ما تحس. ولكن عيوبه ان هو مش مناسب للناس اللي بتحب تفطر بدري او اللي عندهم مشاكل صحيه زي السكر او الضغط، بالذات لو عملوه من غير اشراف طبيب. وكمان في ناس كتير بتتعامل مع الاكل على ان هو اوبن بوفيه بعد فتره الصيام، ويجي يفطر يوم ياكل كل حاجه، فبالتالي ياكل سعرات كتير جدا عن المسموح بيها، ويبقى في الاخر كانه ما عملش دايت. وخلال فتره الصيام المتقطع مسموح تشرب اي حاجه بدون سعرات زي القهوه زي الشاي بدون سكر. ثالث نظام هو النظام النباتي او الفيجيتيريان دايت، وده بيعتمد على الخضار، الفواكه، البقوليات والمكسرات والحبوب والبذور. النظام ده ممكن يكون صحي جدا لو اتطبق صح، ومميزاته انه غني بالالياف ومضادات الاكسده، وبيحسن الهضم وبيقلل امراض القلب. ومن عيوبه نقص فيتامين بي 12 وفيتامين د والحديد والكالسيوم، ودول ممكن نعوضهم عن طريق المكملات. والغلط اللي بيحصل عند بعض الناس انه بيعتمد على اكلات نباتيه مصنعه مليانه دهون وسكر، وبيفكر ان هو كده اكل صحي. وفي انواع دايت تانية كتير زي داش دايت، بي اس ام اف دايت، لو كارب دايت، وبالانس دايت، وغيرها انواع كتير. كل الانواع اللي انا قلتها دي محتاجين فيديوهات تانية نتكلم فيها. لو عايزين نتكلم على كل نوع اكتبوا لي في الكومنتات. الخلاصه مفيش نظام دايت هو الحل السحري. الكيتو او الصيام المتقطع او النظام النباتي كلهم ليهم مشاكل وليهم مميزات. الصح انك تختار النظام الانسب لصحتك وهدفك واسلوب حياتك، مش اللي صاحبك جربه او اللي طالع ترند. النصيحه الاهم بالنسبه لي ان الدايت مش سباق مدته شهر، هو اسلوب حياه لازم تستمر عليه وتتبسط بيه. ممكن تعمل متابعه مع اخصائي تغذيه عشان يحدد لك النظام الانسب ليك، او على الاقل تبدا بخطوات بسيطه زي تقليل الاكل المصنع وتبدا تزود الحركه. بس كده. واكتبوا لي في الكومنتات ايه اكتر نوع دايت نجح او فشل معاك. وما تنساش صحتك مش رفاهيه، صحتك حياتك. سلام.